هاي، انا وصال، وفي حلقة النهاردة هكلمك عن اللاف بومينج او الحب الكتير قوي اللي بيبقى في الاول. اول حاجة، ازاي تعرفي ان الشخص اللي في حياتك ده بيعمل لك لاف بومينج وقد ايه الموضوع ده خطير جدا جدا. اول حاجة ان الشخص بيدخل حياتك بيديكي جرعة اهتمام وحب ويقول كلام كبير قوي ووعود كتيرة جدا في الاول، في فترة من 3 ايام ل3 اسابيع. اول ما تلاقي ان الشخص بيعمل معاكي كده، وبالذات اول ما يعرفك، اعرفي ان الشخص ده حرفيا عايز يسوحك. المفروض ارياكت ازاي؟ لو اتاكدتي ان هو فعلا بيعمل معاكي كده، هتعرفي من حاجتين. هتلاقيه بيعمل لك يا اما جوستنج، يا اما بيتقمص منك لو ما رضيتيش تتجاوبي معاه على الحاجات اللي هو بيقولها او على الكلام الحب اللي هو بيقوله لك. بمعنى ايه؟ يعني مثلا يقول لك انا بحبك، انا عايزه اتجوزك، انا شايف مستقبلي معاكي، انت بنت مختلفه، انت مفيش منك، انا اول مره في حياتي اشوف كده. كل ده في الاول طبعا انت هتتخضي وهتتفاجئي، بس من جواكي هتبقي مبسوطه عشان حاسه ان خلاص لقيتي فتى احلامك وهو ده اللي انا بدور عليه، وفي خيالك ان هو هيعيشك الحاله دي لاخر يوم في عمرك. بس الحقيقه مش كده. الحب بيجي واحده واحده، والحب فيه كونسيستنسي، والحب ما فيهوش جرعه اهتمام كبيره كده مره واحده. لو نفترض حتى ان هو بيموت فيكي واول ما شافك حبك من اول نظره، بيحصل في كيسز كتير. لو نفترض ان ده حصل، اللاف بامر هتلاقيه بعد جرعه الاهتمام دي عمل حاجه اسمها بوش اند بول، يعني اداكي حبه اهتمام كتير قوي مره واحده، ومره واحده برضو اختفى، يعني سحبها تاني. وده خطير جدا جدا فوق ما تتخيلي، لان ده اللي بيعمل تعلق، وده اللي بيعمل الهوس، وبيخلق حاله الاوفر ثينكينج او التفكير الاوفر في شخص في فتره قصيره قوي. هو ما عملكيش حاجه لكل ده، هو مجرد واحد دخل لعب في دماغك شويه وقعد يقولك كلام حلو وانتي تسوحتي معاه. فبليز ما تخليش واحد متسوح يسوحك. اركزي واتقلي وفهمي الدنيا ماشيه ازاي، واعرفي ان اللي بيحبك واللي شريكي لما هتتخضي او تتفاجئي من اللي هو بيقولهولك، هو هيتيك ستيب باك، يعني هيرجع خطوه لورا، لان هو شافك اتخضيتي. مش معنى انه هيرجع خطوه لورا ان هو هيسيبك، لا، هو هيهدى، يعني هيهدي جرعة الاهتمام الاوفر دي، وهيتفهم موقفك وهيحاول يحتويه، وممكن اصلا يعتذر ان هو اندفع كده قدامك وان هو سبب لك توتر. ده الشخص الصح، هو هيكون محتوي الموقف. اللي عايزك واللي شريكي هيسيبك براحتك خالص، مش هيضغط عليكي، مش هيوترك، مش هيعمل لك جوستنج، مش هيعمل لك سايلنت تريتمنت لو انت ما تجاوبتيش معاه. فدايما الشخص اللي هو مش جد، او اللي هو داخل يخلق لك حاله من التوتر في حياتك، او زي ما قلت لك يلعب لك في دماغك شويه ويمشي، البني ادم ده اول لما انت تبداي ما تتجاوبيش معاه او تتخضي، هتلاقيه يعني بعد ما يقفل معاكي التليفون مش هيكلمك تاني. تبداي انت تفكري ازاي واحد قال لي كده، ازاي اتكلم معايا في الجواز وفي الخطوبه، وازاي قال لي ان انا واحده مفيش مني اتنين في الدنيا ومره واحده ما تكلمنيش. طب انا عملت ايه؟ طب انا قلت حاجه غلط؟ طب انا كنت المفروض اتحمس شويه؟ طب انا كنت المفروض ارد عليه؟ وهنا بقى، هنا تقعي في الفخ. لو جه بقى حصل لا قدر الله وكلمك تاني، هتبداي تتجاوبي معاه، ولما يقولك كلام حلو تقولي له انت كمان كلام حلو عشان يفضل يتكلم. ما هو هيمشي خلاص، يا حرام بقى مش هقعد لوحدي تاني. في ايه مالك بجد؟ يعني ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه تخلي واحد يتحكم فيكي بالطريقه دي؟ دي بقى نصيحه مني. لو اديتي لحد توكسيك، ماشي، وانا بقولك توكسيك عشان ما بيعملش كده او ما بيستغلش ضعف اللي قدامه غير الناس التوكسيك. لو انتي عرفتي الناس التوكسيك مفاتيحك، صدقيني مش هتخلصي، وصدقيني هتنزلي من 7 سما ل7 ارض. يعني لو عرفتي واحد او واحده عامه ان انتي تستجيبي للسايلنت تريتمنت، يعني كانهم بيأدبوكي بمعنى الكلمه، لما حد يختفي عنك او يعملك سايلنت تريتمنت، انتي بتتجاوبي وبتتظبطي وترجعي بقى تعملي اللي هم عايزين، وتعملي الحاجات اللي بيطلبوها منك. بيضغطوا عليكي بقى عشان انتي خايفه تبقي لوحدك. فبليز بليز ما تعرفيش حد مفاتيحك. مش بقول اي حد، اللي بيحبك بجد هيتفهمك تماما، هيكون في كوميونيكيشن. العلاقة الصحية فيها تواصل، وهنا انا بتكلم على العلاقة الصحية مع اي حد. يعني حتى لو واحدة صاحبتك مش هترميكي ولا هتسيبك لوحدك لما تكونوا زعلانين. ممكن تقطعوا، ممكن تشدوا، ممكن تاخدوا بريك شوية، بس محدش هيسيبك لدماغك. اي ريليشن شيب فيها علامات استفهام، فيها حيرة، فيها قلق، فيها توتر، فيها أرق، فيها قلة نوم، فيها بسأل نفسي ليه، فيها مش واثقة من نفسي، فيها قرف عامة، ابعدي عنها. مش ده الشخص الصح. الشخص الصح هيحتويكي حتى لو انتي مثلا
كنتوا بتتخانقوا او حصل بينكم خلاف، اتغبيتي شويه، عندتي معاه، قلتي كلمه ما ينفعش تتقال، وبعدين كبريائك ما سمحلكيش تعترفي بغلطك عشان انتوا لسه في الاول وانتي مثلا بتحبيش تعتذري او ايا كان، يعني من التصرفات بتاعتنا كبنات، هو هيحتويكي، وبناء على احتوائه ليكي انت هتقعدي وتفكري مع نفسك وتقولي لا انا ما كانش ينفع اعمل كده، انا المره الجايه هقول له كذا، انا هتصل بيها اعتذر له. وهنا بتيجي العلاقه الصحيه بقى، بتتبني، بتبداوا تعرفوا بعض، هو بيعديلك فانت تعديله بعد كده، فانتوا تفهموا بعض، فلو اتكرر الموقف تاني انت تمتصي غضبه او هو يمتص غضبك، او الموضوع يمشي بينكم سموث خالص، انت ما ترديش نفس الرد وهو ما يتصرفش بنفس الطريقه. فهنا بقى بتبداوا تكملوا ليه؟ عشان انتوا شاريين بعض. فالبيز بتاع العلاقات الصحيه ان الراجل بينفست في الست، يعني الراجل بيستثمر في الست، بيسيبك تقرري على مهلك، ما بيضغطش عليكي، ما بيعملكيش جوستنج، ما بيعملكيش سايلنت تريتمنت، ما بيخليكيش تشكي في نفسك، بيحتويكي حتى لو غلطتي، مش بيجلدك، وبيفهمك وبيتكلم معاكي واحده واحده. بس طبعا الغلط عامه ليه ليميتس، بس انا بتكلم في العادي يعني اللي هو الحاجات الطبيعيه. فهنا انت بقى بتقعي في الحب، يعني اول ما بتلاقيه بقى شريكي كده زي ما انتي بكل حاجه حلوه ووحشه بتعمليها، فبتقعي في الحب. فبناء عليه بتبداي تكوني فليكسبل اكتر معاه، تتبادلي معاه المشاعر، ولكن الشخص ده لازم يكون في بينكم حاجه قدام الناس. انا بجد بجد مش حابه اقول ان انا بكره الموضوع ده، بس مش كل الناس ممكن يدخلوا في ريليشن شيب مع حد ويقعدوا يتصاحبوا شويه ويكملوا. مش بقول كلام بجد عشان تتشائموا، بس موست اوف ذا تايمز ما بيكملوش، والبنت هي اللي بتتدمر، وفي ولاد برضو بتتدمر. فليه نعمل في نفسنا كده؟ لو الشخص عايزه تعرفيه، اعرفيه فتره الخطوبه، اديله بالكتير قوي مهله شهرين او 3 شهور، افهميه فيهم، ولازم هو في خلال الفتره دي يكون بيقولك انا عايزه اجي اكلم اهلك، لان ما ينفعش تفضلي رايحه جايه خارجه وتفهميه وتعرفيه وفي الاخر يعمل لك لاف بامينج بقى، ويفضل يقول لك انا بحبك وبموت فيكي، وانت بقى تتسوحي معاه، في الاخر يتوفى او يختفي في ظروف غامضه وما تعرفيش هو فين. فبلاش نعمل كده في نفسنا. انا بشرح لك عامه شكل العلاقه بيتبني ازاي الصحيه. زي ما قلت لك، اي حد بيضغط عليكي، اي حد بيأذيكي نفسيا، بيخليكي تفكري، بيخليكي تشكي في نفسك، بيقلل ثقتك في نفسك. يعني ممكن تبقي انت جملتك جميلات شخصيه وشكل وتفكير، ويجي واحد متسوح وتعبان في دماغه يقلل ثقتك في نفسك. ليه كل ده؟ عشان تصدقتي. بليز بلاش نعمل كده، ولازم نكون مكتفيين بذاتنا قبل ما نكون مكتفيين بحد، عشان علاقاتنا بكل الناس تنجح. وبس دي كانت كده حلقه النهارده، استنوني الحلقه الجايه، هتكلم معاكم عن موضوع مهم ان شاء الله يعجبكم. وانا كده خلصت، باي.